السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي في كل مكان في أي مكان، نحييكم بتحية الإسلام كما تعودتوا عليا. اليوم جيتكم بلي بات ولا باتو بيستو ولا لي بات بصلصة البيستو اللي راكم رايحين تشوفوها معايا. هذا لي بات ولا سباغيتي اللي راني راح نديرها لكم يجي بنين بزاف. هذه هي الصلصة اللي راني نوريلكم فيها، صلصة البيستو ولا هاد الصلصة اللي راكم تشوفوا فيها. تجي فيها البازيليك والثوم الجبن تاع، تجي فيها جبن بارميزون، جبن جبنين بزاف. هذه هي اللي راني راح نخدم بها. هذو لي بات جبنان بزاف. نديرو شويه نتاع الزبده، هي نكثروا واحد شويه تاع الزبده، نديرو ملعقتين. بطبيعه الحال نكونوا سلقنا لي بات تاعنا، سواء ديروا المقارون ولا سباغيتي. انا راني حندير سباغيتي. ندوب هذيك الزبده، نخلو شويه من هذاك الماء اللي نكونوا سلقنا فيه سباغيتي. انا ما خليتش، صفيته ديريكت. حتى ولا ما كنتوش خليتو، ديروا واحد نص كاس تاع ماء، ماشي بزاف، مع هذه الزبده، وتخلوهم يغلوا. بعد ما تذوب لكم الزبده ديروا معاها شويه نتاع الماء فاش تذوبوا هذيك الصلصه تاع البيستو، باش من بعد كي ديروا سباغيتي تدخل لكم كامل في هذاك سباغيتي. انا ندوب بالزبده، من بعد نزيد شويه ملح. درت في سباغيتي الملح لكن ما درتش بزاف، درت غير شويه. وتذوقوا، يعني هي فيها الملح لكن ما فيهاش، مش ما تكونش مالحه بزاف. بعد ما تذوب لي الزبده، ندير معاها هذاك الماء ونخلوهم يغلوا مليح كما راكم تشوفوا. انا ما كثرتش الماء بزاف. من بعد نزيد هذيك الصلصه ونخليهم يندمجوا مليح مليح، يعني نخلو الماء تاعنا يغلي. حتى وديروا الماء اللي كنتو سلقتو فيه سباغيتي خلوه يندمجوا كامل مع بعض. باش نزلت هنايا شويه ملح كما قلت لكم. السباغيتي تاعي كان مسوس شويه، ما كانش بنين في الملح. انتم كي تسلقوه تذوقوا. هنا ديروا صلصه البيستو هذه تخلطوها كما قلت لكم. حتى ما تكونش عندكم تقدروا ديروا البازيليك ولا كما نقولوا حنايا الحبق، هذاك اللي يكون عريض، هذاك اللي تكون الورقه تاعو عريضه. ولا حنا في البلاد كاين اللي يقول له نعناع تلمسان، كاين اللي يسميه نعناع تلمسان، هذاك اللي يكون الورقه تاعه عريضه. ماشي النعناع، الحبق ولا الريحان، كل واحد كيفاش يسميه. هنا راني نقرب لكم. كاين اللي ما باللغه تاعنا، كاين اللي ما يعرفش واش معناتها البازيليك، وكاين اللي يعرفه بهذا الاسم، هو البازيليك. هذه الصلصه تاع البيستو تجي فيها الفرماج ويجي فيها الثوم مطحونين مع بعض، هو اللي راني راح ندير به. تجي واجده، احنا شريناها هكا واجده، هي اللي رانا راح نديرو بها هاد السباغيتي. ويجي بنين بزاف. انا راني نقرب لكم في الشرح، الناس اللي تعرفها هي عارفه واش راني نقول واش راني ندير، والناس اللي ماهيش عارفه راني نشرح لها اكيد. انا هو سالقه السباغيتي تاعي، ما نسلقوش حتى يطيب لنا ديك الدرجه تاع اللي يتعجل. كما راكم تعرفوا كيفاش تنسلق لي بات ولا المعجنات تاعنا. بعد ما طابت لي هذيك المرقه تاع الصوص هذيك، ندير فيها لي بات تاعي، ندير الكميه اللي راني محتاجتها. من بعد نخلطها في هذيك الصوص، نخليها تشرب لي هذيك الزبده، ونخليها تشرب لي هذيك الصلصه اللي كنت درتها. يجي المذاق تاعها بنين بزاف، يعني يجي رائع. وهذا ما يكون فيها، تجي المذاق بنين، يعني مذاق تاع البازيليك لا يعلى عليه، مذاق بنين بزاف، مذاق وريحه كما نقولوا حنايا. والشكل ما نهضروش عليه. كما راكم بمجرد ان نديروا الزبده تبدا هذيك الريحه مع الثوم مع البازيليك
يا سلام مع الجبن ولا اروع. يعني بنه هي بنه، يعني لي بات كي نديروهم اون صوص ولا نديروهم صوص حمراء ولا صوص لي بات بنان. وكامل نعرفوا بلي الاولاد يحبوا لي بات، كاين بزاف اللي يحب لي بات. نديروا لي بات تاعنا في الصحن. انا هنا لي بات واجدين، يعني يكونوا طايبين، مجرد اننا نديروهم في هذيك لاصوص ونشكلهم كيما نحبوا حنايا في الصحن تاعنا، وكيما بعد نزيدوهم هذاك الفرماج من الفوق. بعد ما نديروهم في الصحن نديروا لهم هذاك الفرماج من الفوق. الفرماج هذاك ما يطيبش، لانه الصوص هذيك اللي درناها فيها الفرماج تاعها واجد، ونزيدو نديرو لها الفرماج الاخر من الفوق كتزيين، نديروه لها بلا ما نطيبوه. نزيدو نديرو لها الفرماج بارميزون من الفوق، نربوه لها من بعد من الفوق. كي نكملو الصحن تاعنا نحطو فيه، نزيدو نديروه يعني كتزيين من الفوق، ولا بنه يعني تزيد بنه. هذا هو الفرماج بارميزون اللي راني حنستعمله. نربيه من الفوق في اخر حاجه هو نديره، لانه كان كاين في الصوص من الداخل اللي كانت واجده. هما مخدوم قلت لكم بالبارميزون، هذيك لاصوص بيستو فيها البارميزون، فيها الفازيليك، وفيها الثوم، فيها التوابل الخاصه اللي فيها، والكاجو. نظن الكاجو تاني فيها في المكونات تاعها، وتجي واجده هكذاك. هذا يندار من الفوق كامل. هذا الاكلات كامل ايطاليه، يعني هذو لي بات كامل ايطاليه. يعني هذه الوصفات ايطاليه لكن بنينه. يعني تجي وصفه ما شاء الله، تجي وصفه بنينه بزاف. بهذا خوتي خواتاتي نكمل الفيديو تاعي، وهذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا. بهذا خوتي خواتاتي ما تنساوش، فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش لايكاتكم، تعليقاتكم في قناتي، واكون لكم اكيد شاكره. وشكرا للناس اللي راهي تتبعني، شكرا للناس اللي شاركت في قناتي، شكرا للناس اللي دير تعليقات جميله، نشكركم بزاف. ودمتم لي سالمين في امان الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله.